مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا اسماء جمال ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم. وتعملوا لايك بقى وتعليقات كده حلوه كتير عشان خاطر اتشجع، وان شاء الله ننزل لكم حاجات كتير قوي الفتره الجايه. روتينات بقى ومشتريات ويعني حاجات كتير حلوه قوي، وشجعكم على حاجات كتير ان شاء الله باذن الله، وانزل افكار كتير قوي قوي. اول حاجه كده هبدا معاكم اليوم ان انا هغسل المواعين. ما كنتش غسلتها يعني قبلها بيوم، فصحيت بقى بدري. عايزه اقول لكم يعني بحب اصحى بدري، حتى والله في الاجازه يعني بقيت بصحى بدري. فده احلى حاجه اصلا، انت تبداي اليوم كده بدري هتعملي مليون حاجه في اليوم اصلا يعني. تمام. يعني يعني انا لما كنت اصحى مثلا العصر او الظهر او الكلام ده، كنت بحس ان اليوم خلص خلاص، يعني احنا نعمل فطار ونعمل غدا وخلاص كده اليوم خلص. لو هنذاكر مثلا الاطفال او اي حاجه، تحس ان اليوم خلص خلاص يعني. لا، لما نصحى بدري اليوم ما شاء الله بيبقى فيه بركه فعلا، وبتخلصي حاجات كتير وبتعملي حاجات كتير فعلا يعني. فما شاء الله صحيان بدري فعلا حلو جدا، وبتحس كمان براحه بال كده، وبتعملي كل اللي انت عايزاه يعني. فيلا بينا بقى. اول حاجه كده هغسل معاكم المواعين، وطبعا زي ما انا متعوده يعني المكان اللي انا بصفي فيه المواعين بغسله اول حاجه وهي سلك لسه نظيفه، عشان طبعا المواعين هتحط عليه وهي نظيفه، فما ينفعش مثلا اغسل المواعين وبعد كده اغسل المكان اللي انا هصفي فيه المواعين. لا، هتكون السلك خلاص يعني ايه، اتوسخت وكده من المواعين اللي هي اساسا وسخه. تمام. شوفوا الحركه دي، الحله بتتزحلق من على الرخيمه. تمام. بعد كده بقى هبدا اشطف المواعين، غسلتها يعني كلها، وهبدا بقى ايه يعني اشطفها كده من الصابون. تمام. عايزه اقول لكم الجوانتي بتاع المواعين ده مريح جدا، بس للاسف بداوا يحطوا فيه كده من جوه زي طبقه قطن، والطبقه دي مش عارفه ليه يعني بدات تتعب لي ايدي. فبصراحه حركه مش لطيفه يعني اللي هم عملوها. دي حاجه جديده يعني لسه عاملينها. تمام. فمش حلوه خالص بصراحه. اللي هو من غير قطن خالص ده احلى بكتير يعني، جلد بس جلد صافي، فاحلى افضل بكتير يعني من اللي هو فيه طبقة قطن من جوه. تمام. بس فقلت اقول لكم يعني بصراحة الجوانتي بتاع المواعين حلو جدا جدا، بيحافظ طبعا على الايد وكده، وخصوصا لو البشرة حساسة او الجلد حساس. فانا عندي طبعا التهابات، فبصراحة المية بيبقى فيها نسبة كلور، فبتبوظ الايد خالص يعني. بس بقى يا جماعة، لو لسه بتشوفوا يعني الفيديو، اتمنى طبعا تعملي لايك وتقولي لي تعليق كده حلو في الكومنتات. اوعي تنسي. تمام. اوعي تنسي. هبدأ بقى كده ايه، الحلة دي كانت على البوتاجاز، فجبتها بقى كده وشطفتها الاول بالمية دي اللي كانت في الحوض، قلت استغلها يعني. بعد كده بقى اشطفها بالمية نضيفة، وبعد كده هغسلها بقى بالسلكة والصابون، وهبدأ اغسل بقى المعالق وكده، وافضي الحوض بقى من المية اللي كانت فيه، واسلكه كده لو في اي حاجة هغسلها. بعد كده جبت الغطا بتاع الحلة، وهبدأ برضو ايه اغسله كده حلو جدا. هشيل بقى اي حاجة كده سد الحوض وهغسله كويس جدا بالشكل ده. وهبدأ بقى ايه اغسل المعالق والكلام دوت من الصابون يعني. وبعد كده بقى هغسل طبعا الحلة برضو من الصابون، الغطا، بعد كده الحلة والطبق ده. وهنغسل بقى الحوض كويس جدا. عايزه اقول لكم المواعين لما بتتغسل بتخليكي طول اليوم مرتاحه جدا ان انتي تعملي اي حاجه، وبرده طول ما انتي واقفه طول اليوم اغسلي اول باول يعني. تمام. فده هيريحك جدا يعني في غسيل المواعين. وفي المطبخ اصلا انت تدخلي كده المطبخ كل شويه تعملي حاجه والمواعين رايقه، فده افضل ليكي يعني. بعد كده بقى هنا عندي البوتاجاز برضو كنت قاليه يعني الفراخ الكنتاكي اللي انا نزلتها معاكم امبارح على القناه. فهشيل بقى كل العيون وهغسلها برضو علشان كانت فيها طرطشة زيت، وانا بصراحة ما بحبهاش تكون مش نظيفة او الحاجات تلزق فيها، فانا بعد كده فيما بعد انا اللي بتعب يعني في غسلها وكده. فانا بحب بصراحة اغسلها اول باول يعني، اي حاجة فيها اي بقعة اي طرطشة زيت لازم اغسلها بصراحة اول باول يعني. فعايزاكم كمان تشجعوا وتعملوا كده زي، بصراحة افضل بكتير من ان هي مثلا الحاجات تلزق فيها وبعد كده نقعد نغسلها كتير كتير، ونقعد بقى ندعك فيها ونتعب وايدينا توجعنا والكلام ده. لا، انت كده بتوفري على نفسك تعب كتير، تعب يعني
يعني ممكن تقعدي كده تدعكي فيها وترنخيها بقى والكلام ده، لا انتي اول باول تقلي حاجة فيها زيت مثلا وتلاقي كده طرطشة عليها، لا اغسليها على طول. فده هيريحك، وكمان اصلا منظر البوتاجاز وانت بتطبخي عليه هيكون تحفة ونضيف وحلو قوي قوي. كده خلاص غسلتهم، فهسيبهم بقى ايه يتصفوا من اي ميه قبل ما انا اغسل البوتاجاز نفسه. برضو البوتاجاز بصراحه بحب اغسله على طول اول باول، برضو علشان خاطر يفضل كده نضيف وحلو، مفيهوش اي بقع زيت ولا يعني حاجه مثلا تكون محروقه فيه او الكلام ده، لا بحب انضفه على طول اول باول. ده برضه هيريحني كتير كتير جدا يعني. تمام. فهغسله بقى كده بالسلك كويس جدا والصابون، وبعد كده هبدأ ألمعه بقى بالفوطة. يعني عايزة اقول لكم الفوطة دي تحفة جدا يا جماعة، ومريحاني جدا يعني بصراحة. بتمتص كمية مية كتيرة جدا، وبتمتص اي صابون اي حاجة مثلا عن المكان او الاسطح اللي انت هتمسحيها، فحلوة قوي. بحبها جدا، وطول ما انا واقفه في المطبخ بعمل بيها وبغسلها برضو يعني. بعد كده هنا بقى كان الفطار بتاعنا، كانت بنتي صحيت قالت لي يا ماما انا مش عايزه اكل بطاطس ولا بيض ولا فول ولا طعميه ولا اي كلام من الكلام ده، طب عايزه تفطري ايه؟ قالت لي انا عايزه افطر كيكه يا ماما. قلت لها حاضر، وقالت لي الكيكه اللي هي بصوص الشوكولاته. فاول حاجه كده هعملها كوبايه من السكر البودره، وكوبايه من اللبن، وثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام، وكيسين فانيليا. عايزه اقول لكم اهم حاجه يكون كاكاو خام اسباني غامق عشان يخلي صوص الشوكولاته معانا حلو. بعد كده احط عليه كوبايه من الزيت، الزيت فاتح يا جماعه، يكون فاتح ويكون نوع حلو. تمام، بلاش بتاع التموين ده، هيخلي ريحه صوص الشوكولاته وحش جدا ومش هيخلي طعمها حلو. تمام. بعد كده كنت مطلعه هنا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، هحطهم بقى بعد ما اخدت كوبايه من صوص الشوكولاته وركنتها على جنب. احط بقى على الباقي من صوص الشوكولاته 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وهضرب بقى كويس جدا جدا في الخلاط. يعني ممكن تضربي كده لمده 5 دقايق عشان بس تكون هشه وحلوه. بعد كده بقى هنزل كل الكلام دوت في بوله، وبيبقى فيه كده صوص شوكولاته لازق كده في الخلاط، فهنزله كده بالمعلقه. تمام، عشان احنا محتاجين كل الكلام ده. بعد كده بقى هجيب كوبايتين من الدقيق، وهفضل كده انخلهم، بس مش هاخد كوبايتين كلهم، يعني هاخد كوبايتين الا ربعها، كوبايتين الا ربع. وبعد كده معلقه من البيكنج باودر، وهنزل بقى بيهم كده، وهفضل اقلب اقلب كده بالمضرب اليدوي. ادمجي المكونات كلها كويس جدا مع بعض، وقلبي كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم الكيكه دي كان طعمها تحفه تحفه يا جماعه. بصوا اتسفت اصلا ما شاء الله، يعني ما قعدتش، فكانت حلوه جدا، كانت خطيره. بعد كده جبت هنا الصينيه ودهنتها زيت ودهنتها دقيق. تمام. واصلا بصراحه الافضل ان انت تحطي كاكاو، يعني بدل الدقيق اللي احنا حاطينه في الصينيه ده حطي كاكاو احسن يعني. تمام. بعد كده هجيب الصينيه وهفردها، هافرد يعني الكيكه كده بالشكل دوت. هسويها في الصينيه. بعد كده ادخلها على الفرن سخن على درجه حراره 180. هتاخد نص ساعه تطلع معايا بالشكل القمر ده. اختبرها بالخله او بالسكينه، هتطلع يعني مستويه، ما فيش اي حاجه كده في الخله او السكينه. بعد كده هخرمها كده من فوق بالشكل ده. بعد كده هقلبها. تمام، ما شاء الله حلوة قوي ومتساوية وجميلة. بعد كده بقى هبدأ يعني اخرم برضو من الناحية التانية كده بالسكينة او بالخلة. طبعا شايفين شكل الدقيق، لو كان كاكاو كان هيبقى افضل بكتير طبعا. بعد كده جبت هنا حبة من اللبن، وهبدأ كده اشرب بيه الكيكة وهي سخنة عادي جدا، بيخليها تحفة وطرية وجميلة قوي. بعد كده معايا هنا كوباية من الصوص بتاع الشوكولاتة، هبدأ ننزل بيه كده على الكيكة بالشكل ده. تحفة تحفة يا جماعة، حلوة قوي قوي، كان طعمها وريحتها كان بصراحة حلو. اهم حاجة زي ما قلت لكم نوع الزيت ونوع الكاكاو الخام بصراحة بيفرق جدا في طعم الكيكة دي. تمام. بعد كده هسوي كده الكاكاو الخام، قصدي صوص الشوكولاتة. وبعد كده هقطعها بقى بالشكل ده. عايز تقطعيها مكعبات قصدي مربعات قطعيها، عايز تقطعيها مثلثات زي ما انا ما قطعت تمام جدا. بصراحة كده الشكل بيبقى افضل قوي، واحنا بنحبها كده. بعد كده بقى عندك اي حاجه تزيني بيها حطي، عندك مثلا مكسرات عين جمل بندق اي حاجه حطي، عندك شوكولاته زي كده، كان عندي شوكولاته اللي هي الملونه دي، فحطيت كده شويه على الحرف عشان يدي لها شكل حلو بصراحه، وهي ملونه افضل طبعا يعني.
تمام. بعد كده بقى هاطلّع بقى قطعة كده للأولاد، طبعًا أنا دُقتها الأول يعني قبل منهم عشان أقول لكم على النتيجة، بصراحة كانت هشة كده وطرية في نفس الوقت من اللبن اللي إحنا حطيناه، فكان طعمها حلو أوي ولذيذة وبتبقى سهلة كده على الأطفال يعني، بتبقى حلوة أوي. المهم أنا دلوقتي ولادي راحوا المسجد، بيروحوا المسجد حلو أوي، بيتعلموا كل حاجة يعني تمام، وكمان بيتعلموا أحاديث وقرآن والكلام ده. رُحت أنا بقى السوق وهُم في المسجد، وجِبت الخضار بتاع الأسبوع أو بتاع الأسبوعين، يعني على حسب ما الحاجة ما بتقضّي معايا. أنا باجيب كمية مثلًا من الطماطم وكمية من البطاطس، دول أهم حاجة عندي بيكونوا موجودين في البيت. بصراحة باعمل يعني اللي أنا عايزاه بقى، عايزة أعمل أي حاجة، عايزة أعمل مكرونة عندي طماطم، عايزة أعمل أي حاجة، عايزة أعمل محشي عندي طماطم. هاروح بس أجيب طلباته لو مش عندي وآجي. المهم أنا هنا باوريكم الحاجة، ما شاء الله كان السوق حلو مع إن كان الوقت متأخر، بس كانت الحاجات جميلة. جبت خاصتين كده وواحدة كبار وخاصة صغيرة، كانوا ب5 جنيه. وجبت خضرة محشي، واحدة شبت وواحدة بقدونس وواحدة كزبرة، دول ب3 جنيه. وجبت هنا طماطم، الكيلو ونص كان ب10، وكانت عاملة زي التفاح وحمرا وحلوة أوي أوي أوي. وبرضه البطاطس اللي أنا باوريها لكم دي اللي هي الصينية مش الرملية. بصراحة السنة دي البطاطس اللي هي الصينية أفضل بكتير من البطاطس اللي هي الرملية. الصينية دي تلاقيها كده بتبقى مقرمشة أوي لما بتيجي بتعمليها في القلية وكده، بتبقى تحفة أوي أوي يا جماعة، احسن بكتير من الرمليه. طبعا معروف ان الرمليه هي اللي بتكون مقرمشه، بس لا، السنه دي اللي هي بيبقى فيها طينه كده من بره على قشرتها بصراحه افضل بكتير من التانية خالص يعني. تمام. وجبت كمان الفلفل الرومي، ده كان ما شاء الله كيلو ونص ب10، مع ان كان في رمضان الكيلو كان ب25 يا جماعه. انتوا متخيلين؟ والله انا جبت كيلو ونص، بس شايفين صابح وحلو ازاي. جبت كيلو ونص ب10. وجبت برضو البتنجان الرومي كيلو ونص ب10، بس انا جبت كيلو الا ربع، الكيلو الربع ب5 يعني. ولقيت بقى بطيخ، بصراحة قلت اعملها مفاجأة كده لعيالي كانوا نفسهم فيه. وانا كنت بكسل اجيبه، كنت خايفة يكون لسه يعني طعمه مش حلو او ما استواش. فروحت جبت لهم بقى بطيخ وقلت ايه يجوا كده من المسجد اعمل لهم مفاجأة يعني. مهم بقى ايه، رحت جبته كده وقطعته في حلة وقطعته كده مكعبات. انا كنت جايبه 2 بصراحه، بس قطعت واحده والتانية سبتها سليمه. قلت هنا احطه كده في صينيه متقطع جاهز عشان لما يجوا اللي عايز ياكل ياكل. المهم بقى ايه، الجرس رن واتاري بنت اختي جاتلي. رودي دي حبيبتي حبيبتي يا جماعه، بحبها جدا. تمام. جاتلي كده عشان كان عندها درس جنبي، فبتحب تعدي عليا. بس قعدنا طبعا ايه نتساهر كده واحنا بقطع البطيخ، ف هتلاقوا يعني في الفيديو الكلام ده. بس فقطعت بقى كده البطيخ بالشكل ده، وكان طعمه مسكر وكان حلو قوي قوي يا جماعه. بصراحه البطيخ وبرده الكانتالوب حلوين قوي قوي السنه دي، حلوين جدا كمان. بعد ما قطعته بقى شلته في التلاجة. وهنا بقى بدأت اشيل كده الحاجات من على الرخامه وارصها كده في التلاجة بالشكل ده، عشان اشوف بقى اللي بعده واشوف هعمل ايه النهارده غدا. انا كان عندي ورق عنب في الفريزر من السنه اللي فاتت يا جماعه، متخيلين؟ كان عندي من السنه اللي فاتت، فقلت بقى ايه اخلصه عشان اجيب جديد وابدا اخزن معاكم واوريكم طريقه تخزيني فيه. جبت هنا بقى الخضره، فبدات كده ايه انقيها وافرزها كويس جدا كده زي ما انتم ما شايفين. اشيل مثلا لو في ورقه صفرة، في عروش مثلا مش حلوه فبشيلها. بس وخلاص حطيتها كده في الصينيه اللي هغسلها فيها، وبدات ايه انضف كده الرخامه. ونضفت الحوض كويس جدا عشان هبدأ اغسلها بقى في الحوض. وانا بغسلها برضو لو لقيت اي حاجة بحب اشيلها يعني بالشكل ده. بعد كده بقى خلاص بفضل اغسل كده في الخضرة واشيلها كده من المية واحطها تاني واملى عليها مية واغسلها كويس جدا، واقعها كده في المية حلو يعني ايه 3 4 مرات كده. وخصوصا بقى لو فيها طينة، بس بتاعت الصيف بصراحة مبقاش فيها طينة خالص. تمام. هنضف برضو الحوض ورايا كده. عايزه اقول لكم زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ان انت طول ما انت الحوض بتاعك نظيف هتبقي مستمتعه جدا وانت واقفه في المطبخ بتعملي طلباتك، بتعملي حاجاتك، بتعملي فطارك غداكي عشاكي. فالحوض بصراحه لما بيكون نضيف بتبقي مرتاحه جدا وانت واقفه. بس هبدا بقى اغسل كمان الطماطم. شايفين طماطم ما شاء الله حمرا وحلوه قوي زي التفاح، بصراحه كانت حلوه جدا. وكان عندي كمان طماطم في الخلاط في التلاجة، معلش سوري، طماطم في التلاجة فخلصتها. جبتها يعني ايه احطها مع المحشي
عشان خاطر ما تقعدش بقى كفايه عليها. يعني انا بجيب بصراحه طماطم كميه، يعني انا كنت اجيب 4 كيلو ونص عشان يقعدوا عندي مثلا اسبوع بقى، على حسب يعني ايه استهلاكي ليها. ممكن يقعدوا اسبوع، ممكن يقعدوا اسبوعين، على حسب الاستهلاك بصراحه. تمام. هضربهم بقى في الخلاط كويس جدا. ومش بحط لهم ميه كتير يا جماعه. الطماطم بتاعه المحشي اللي انا هضربها في الخلاط مش بحط لها طماطم كتير. عايزه اقول لكم ان انا هنا بغسل الحاجات كلها بتاعه المحشي وبجهزها على جنب كده عشان كل حاجه تبقى سهله معايا. يعني غسلت الخضره، ضربت الطماطم في الخلاط، قطعت كمان البصل قطع كده صغيره، وبعد كده بقى هبدا اسبك. هجيب كده الحله وانزل عليها معلقه كبيره كده من السمنه البلدي، وحبتين كده من الزيت، يعني معلقتين اقصد يعني كبار كده من الزيت. وهنزل بقى ايه بالبصل اللي انا قطعته مكعبات على الزيت وعلى السمنه. هبدا بقى اتبل فيها كده، يعني تدبل كده بالشكل ده وتصفر حبه بسيط. تمام. بعد كده هنزل عليها بمعلقه من الملح، وكمان انا كنت مقطعه فص من الثوم. بصراحه الخلطه بتاعه التسبيكه يعني بتاعه ورق العنب بحب احط عليها الثوم، بتبقى ريحتها حاجه تانية وطعمها حاجه تانية. بصوا هتجيب لاخر الشارع بصراحه، بتبقى تحفه احسن من كتير من انت تحطلهاش ثوم. جربي كده. بعد كده احط بقى معلقه من القرفه، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من السبع بهارات، ومعلقه من الكزبره الناشفه. وهفضل اقلب اقلب كده في التوابل، هتطلع ريحتها بقى وتكون خطيره. دي تركه مهمه جدا يا جماعه، ان احنا نقلب التوابل كده في البصله، بتبقى تحفه وريحتها كده بتطلع يعني زي ان احنا بنحمصها يعني. تمام. فبتبقى حلوه قوي. بعد كده هنزل عليها بقى بالطماطم اللي احنا عملناها في الخلاط، وبعد كده معلقه كده من السكر علشان خاطر بس ايه الحموضه والكلام ده. وهوطي عليها بقى لحد ما تتسبك كده معايا. تحفه تحفه تحفه. بس انا لسه مش هقفل عليها دلوقتي، هوديها للعين اللي ورا تكمل تسبيك شويه كمان. وهجيب حله فيها ميه هغليها. وهنا بقى بوريكم الورق العنب اللي كان عندي من السنه اللي فاتت في الفريزر. شايفين يا جماعه حلو ازاي؟ بصراحه تحفه. طريقه التخزين دي حلوه جدا، ولا بيتكسر منك ولا بيبوظ ولا اي حاجه. ان شاء الله هعملها لكم فيديو، هنزلها لكم قريب جدا جدا. بس قلت لما اخلص الاول من اللي عندي بعد كده ابقى اشتري يعني ونخزن. تمام. طبعا ده قديم، ما ينفعش يبقى عندك حاجه قديمه في الفريزر وتجيبي عليها الجديد وتشيليه كمان. لا، خلصي الاول اللي عندك وبعد كده يا ستي هاتي الجديد. تمام. بعد كده هنا الخضره بقى قلت اقطعها كمان هي كمان، عقبال ما الميه بتاعه الورق العنب تغلي، استفيد انا بالوقت ده. جبت بقى كده الخضره وحطيتها كده في الصينيه، وبعد كده جبت بقى ايه ورق العنب لما الميه بدات تغلي نزلت بيه كده على الميه، وهغطسه بقى كده في المية حلوة جدا علشان خاطر طبعا هو كان متلج في الفريزر وكان ني، انا بشيله ني يا جماعة. تمام. فهبدأ اغطسه كده في ايه في الحلة بتاعة ورق العنب، في الحلة بتاعة المية يعني المغلية، عشان خاطر يفك كويس جدا. وهفضل اضغط عليه كده بالمعلقة بالشكل ده عشان خاطر يتغطس كويس جدا في المية المغلية ويفك من التلج بتاعه. هبدأ بقى اطلعه كده على طبق واصفيه كويس جدا. وهنا كانت خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت. هجيب بقى الصينيه اللي احنا حاطين فيها الخضره. انا بصراحه عملت كيلو من الرز. تمام. عشان كان عندي فلفل رومي برضو عملته، وكان عندي حوالي كده نص كيلو من الكوسه برضو عملته. المهم جبت بقى ايه الرز، غسلته كويس جدا وصفيته وحطيته على الخضره. وبعد كده ايه بدات انزل بالصلصه. طبعا هي كانت سخنه فانا كنت بحط حبه بحبه واقلب حبه واقلب حبه واقلب بالشكل ده. هبدا بقى ايه اقلب بقى الخلطه كده مع بعض. بس هنا انا كنت دقت الصلصه بصراحه كانت محتاجه ملح، فطبعا الرز بيبقى محتاج برضو ملح وهو والخضره، فحطيت معلقه من الملح ومعلقه تانية كمان من السبع بهارات. عايزه اقول لكم بقى ريحه الخلطه دي او يعني خلطه المحشي ديت مع الخضره مع الرز مع الصلصه كانت ريحتها تحفه قوي، وكان طعمها حلو قوي قوي بصراحه. كان محشي جميل 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 قوي. هبدأ اقلب بقى كله كده مع بعضه بالشكل ده. بعد كده بقى ايه هنضف كده حواليا كده من على الرخامه. وهجيب بقى القطاعه دي وهبدا ارص عليها ورق العنب. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتبقى سهله جدا يا جماعه بصراحه. يعني حتى لو هتاخدي القطاعه كده في الارض وتقعدي في الارض مش على الرخامه، وترصي كده عليها ورق العنب وتبداي تحطي عليها كده الرز زي ما انا ما بعمل كده، وتلفي بقى. بصراحة بتسهل عليكي كتير كتير بصراحة. يعني انت بتلفي مثلا 6 وحدات في وقت واحد، يعني شايفين ما شاء الله. انا بجيب بقى كده الجوانب على بعض وابدأ يعني الف كده صباع بالشكل ده.
بصراحة سهل جدا جدا جدا، يعني عايزة اقول لكم محشي ورق العنب ده مفيش اسهل منه بصراحة، اسهل من الكرنب كمان يا جماعة. تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات بالله عليكم. طبعا بقى انا بصراحة اليوم ده ما كانش عندي ولا لحمة ولا فراخ، قلت يعني اعمله اكله اقتصاديه وكده، فكان عندي مرقه في الفريزر. انا لما بيبقى مني مرقه بشيلها كده في الفريزر. تمام. بعد كده بقى سخنتها كويس جدا وخليتها تفك، وبعد كده جبت بقى ورق العنب بعد ما خلصته، وجبت بقى المرقه زي ما انتم شايفين كده، عصرت عليها ليمونه، بتكون بتخلي طعم الورق العنب مزز وتحفه يا جماعه. المهم بقى اخدت المرقه دي اللي عصرت عليها الليمون وحطيتها كده على الورق العنب لحد اخره كده لحد ما يتشرب. وبعد كده جبت طبق صيني وبضغط عليه كده بالشكل دوت بالطبق الصيني، وبسيبه بقى يستوي على نار هاديه كده لمده ساعه، بيطلع زي الزبده وطعمه وريحته تحفه. عايزه اقول لكم هو بيستوي كان طعمه قلب الدنيا اقسم بالله. بعد كده بقى هجيب طبق واقلبه لما استوى بعد ساعه، خد وقت ساعه. هقلبه بقى بالشكل ده. احلى احلى طاجن ورق عنب، هو مش طاجن ما دخلناهوش الفرن، بس شايفين الجمال وشايفين الحلاوه. طعمه جميل ولذيذ وكان تحفه وكان مستوي زي الزبده، كان طعمه حلو قوي قوي يا جماعه. عايزه اقول لكم انا حطيت هنا معايا في الحله قرن، او واحده كده من واحده تومه، قطعتها شرايح كده صغيره، فكان مدي طعم برضو لذيذ قوي مع ورق العنب. شايفين بصراحه زبده زبده يا جماعه وطعمه رائع، كان حلو قوي 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 بألف هنا وشفا، واكله اقتصاديه وحلوه قوي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، قولوا لي رايكم في التعليقات. مع السلامه.